النهارده كنا عاملين زي بوحه كلنا. بدأنا المباراة في الدقيقة 3 وصاروخ جراد شار وبوم وكلنا قلنا هي، ولسه بنلف لقينا دخل فينا هدف التعادل بعد 5 دقايق. غلطة ساذجة من هاني وياسين مرعي ومصطفى شوبير، واللي سجل فينا محمد حمدي زكي لعبنا السابق، وكمان اللي عمل الاسيست فوزي الحناوي برضه لعبنا السابق. عملنا شوية كور زي عرضية محمد هاني لطاهر محمد طاهر اللي عمل باكورد وكان بيصطاد بيه العصافير، لحد ما تيجي الدقيقة 45 وياسين مرعي يسيب الدفاع ويدخل جوه منطقة ال 18 وياخد ضربة جزاء مستحقة 100% ويسجلها تريزيجيه عشان يكون الهداف. وكالعاده لا هنا الشوط واحنا بنقول هي بدأنا الشوط الثاني الحاج طاهر محمد طاهر بيسجل فينا، يعني لا مستوى هجومي ولا دفاعي ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين في حاج شوبير ده انت كنت الامل. ما علينا، فضلنا نحنكش ويتعمل علينا مرتدات خلف الحاج محمد هاني اللي رجع لمستواه القديم وفتح شوارع، مره شوبير ينقذ ومره الحاج اوكا يلعب ارتو بره. الحمد لله نعمل شويه تغييرات، ينزل اخيرا الشهيد احمد عبد القادر واشرف بن شرقي ومحمد شريف اللي نسي كيف تلعب كره القدم حرفيا، لحد ما ربنا يكرمنا في الدقيقه 79 هدف للحاج ياسر ابراهيم الله يبارك له. بنعمل لعبه من لمسه واحده تروح الكره لتريزيجيه، تسديده في القائم ترجع لياسر اللي واقف في موقف ما فيهوش تسلل، تخبط الكره فيه والمرمى فاضي، والحمد لله نسجل هدف ثالث وهدف فوز. لكن تفتكر بالاداء ده هنفوز الماتش اللي جاي؟ ورونا تعليقاتكم.